بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده 3 حاجات من الحاجات اللي بنحتاجهم جدا في رمضان، ولو عملناهم في البيت هنوفر كتير قوي، وبجد طعمهم بيبقى تحفة جدا في البيت. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة طبعا واهم حاجة بنعملها في السحور بنحتاجها طبعا هو الفول. الفول انا بجيب ده نص كيلو فول بلدي. آه، اختار الفولة اللي بتكون فاتحة وتكون كبيرة مش صغيرة، وبنقعها في مية دافية لمدة 2 أو 3 ساعات. وبستخدم معاهم كمان معلقتين من الفول المدشوش، ومعلقتين من العدس الأصفر، ومعلقة واحدة من الرز. جربي الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبك جدا. في حلة بقى على النار فيها مية سخنة أو مية يعني بدأت كده تغلي، ونزلت بالرز والعدس والفول المدشوش الأول. هخليهم كده يدخلوا في التسوية، علشان لما احط الفول ما يلزقوش في الحلة مني، او ما اضطرش ان انا افتح الحلة كتير عشان الفول ما يسودش معايا. بعد ما اديتهم غلوتين 3 كده ودخلوا في السوا، هنزل بالفول بتاعي بعد ما صفيته طبعا من المية بتاعته وغسلته كويس، وهعصر عليه نص ليمونة، وهغطيه على نار هادية، شمعة يعني، نار أقل نار عندي على البوتاجاز، لمدة 4 5 ساعات. والفول اداني القوام ده تحفة، واللون تحفة ومسودش خالص. جربي الطريقة دي وهتعجبك جدا. حبشي بقى بالحاجات اللي انت عايزاها بقى، كمون، ملح، شطة، ليمون، اي حاجة انت حباها، وشيلي الباقي بقى في اكياس علشان تنفعك في السحور. بشيلهم كده على قد طبعا الاستخدام بتاعي في الفريزر. تاني حاجة هنعملها برضو اللي بتوفر جدا في رمضان ان انا اعملها الزبادي. انا بعملها في كوباية عندي العادية، كوباية بايركس عادي، لو عندك اي كوبايات هتنفع. انا ده كيلو لبن، وجايبه زباديه بس بلدي. دي بتبقى اول مره، بعد كده باخد من الزبادي اللي انا عاملاها عادي. دي طريقه بدائيه جدا، وعايزه اقول لكم ان هي بتطلع زبادي تحفه، من غير مكنه زبادي ولا اي حاجه. انا عندي المصفى السلك بتاعتي، بنزل بالزباديه، ومعلقه من السكر، وبفضل اقلب فيها زي ما انتم شايفين، وباخد شويه من اللبن بتاعي اللي هو بيكون دافي شويه، طبعا بغليه وبسيبه يبرد لحد ما يبقى دافي. وبفضل اصفي الزباديه لحد ما تنزل في اللبن كلها زي ما انتم شايفين كده، وبقلبها كويس برضو عشان ما يبقاش فيها تكتلات في اللبن. وبحط بصب بعد كده اللبن او الزبادي بتاعتي في الكوبايات زي ما انتم شايفين، حسب طبعا العدد. الكيلو اللبن بتاعي عمل لي 8 كوبايات. بحطهم في صينيه، وبجيب ميه سخنه، ميه دافيه. بنزل يعني بشويه كده في الصينيه يعني، تغطي تقريبا ربع الكوبايات، وبغطيها وبسيبها في مكان اكون ضامنه ان هو انا مش هحركها. يعني ممكن احطها في الفرن، ادفي الفرن واحطها فيه، او اسيبها على الرخامه في المطبخ بس تكون متغطيه. دي بعد 5 ساعات. شايفين؟ ونقطه الميه اللي بتنزل منها دي معناها ان الزبادي بتاعتي نجحت على فكره. ف انا كده الزبادي بتاعتي تمام. انا هطلعها بقى من الصينيه وهدخلها التلاجة. وطبعا ما ينفعش ان احنا ناكل الزبادي من غير ما نحطها في التلاجة، لانه في نوع من انواع البكتيريا بتموت او يعني لازم احطها في التلاجة علشان خاطر ما تاذينيش او ما تتعبنيش وانا باكل الزبادي بتاعتي. تمام كده يا بنات. حطوها في التلاجة طبعا 2 3 لحد السحور. هعمل بقى كمان شويه من القرص او عيش الصايمين اللي بيعملوه في الافران وقت في رمضان يعني. سهل جدا وطعمه تحفه. ده نص كيلو من الدقيق، عليه معلقتين من الخميره الفوريه، ومعلقه ربع كوبايه من السكر، وعندي هنا نص كوبايه من السمنه او الزبده، او ممكن نص سمنه ونص زبده زي ما انت حابه يعني. المهم ان هي نص كوبايه، نص كوبايه ماده دهنيه، وزي ما تحبي الموجود عندك ممكن تعملي بيه. ولو عندك لبن رايب طبعا ممكن تعجني بيه، هيبقى تحفه جدا. انا نزلت دلوقتي على الدقيق بالسمنه،
وهقلبها شويه كده مع الدقيق والخميره والسكر بتاعي. تمام كده زي ما انتوا شايفين، مفيش اسهل من كده، والطعم بجد تحفه. هحط هنا بقى اللبن الرايب اللي موجود عندي. انا حطيت كوبايه، عندي نص كوبايه، فحط كمان نص كوبايه تاني، وهقلب. ولو دي يحتاج مني تاني هزود، مفيش اي مشكله. لو ما عندكيش لبن رايب، انت ممكن تجيبي كوبايه من اللبن وتحطي عليها معلقه من الخل، هتديكي النتيجه بتاعت اللبن الرايب بالظبط. اللبن الرايب بيخلي القرص تحفه، بتبقى طريه كده، وبجد بيبقى قوامها حلو جدا. بفضل طبعا اعجن فيها لحد ما تديني عجينه زي ما انتم شايفين كده ناعمه. تاخد وقت معايا شويه، بس يعني بجد النتيجه هتبقى جميله، غير طبعا الطعم اللي احنا بنشتريها من بره خالص. انا كده بختبرها، العجينه مش بتلزق وقوامها حلو جدا. هسيبها طبعا في مكان واغطيها في مكان دافي، وهسيبها طبعا لحد ما تخمر. والشغل فيها بجد بيبقى ممتع جدا يعني. هي العجينه بتاعتي خمرت بعد ساعه تقريبا. بشكلها بالطريقه دي، باخد قطعه كده صغيره وبفضل اقفل عليها زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي، بكورها كده. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. واحطها على مكان اكون يعني رش عليه رشه من الدقيق. مفيش اسهل ولا ابسط من كده بجد. عملت لكم واحده كمان علشان تشوفوا. وطبعا هنسيبها تخمر تاني. اهم حاجه في موضوع القرص يا بنات انه اسيبها تخمر مره واتنين وتلاته، يعني كل مرحله بيبقى فيه بينها تخمير. تمام. دي تاني مرحله من التخمير، ان انا ظبطتهم زي ما انتم شايفين كده، وكورتهم كلهم بالحجم اللي انا عايزاه. وهغطيهم تاني وهسيبهم تقريبا نص ساعه برضو علشان يخمروا، وعلشان كمان لازم اغطيهم علشان الوش بتاعهم ما ينشفش. وفي صينيه بقى بدهنها زيت او سمنه. وبجيب القرص بتاعتي بعد ما ارتاحت، هتتفرد معايا بكل سهوله. اعمليها بقى الحجم اللي انت عايزاه، والسمك بتاعها يعني زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو زي ما انتوا شايفين يعني. تكون مش رقيقه قوي علشان ما تتحرقش منك، وعلشان تكون يعني قوام العيش كده، انت ينفع ان انت تغمسي بيه، او ان انت تاكلي بيه جبنه او فول، او يعني بتنفع جدا في السحور. عملت لكم واحده كمان اهي، وبنشوف مع بعض الايه القوام بتاعها او السمك بتاعها. انا ظبطت كده القرص بتاعتي في الصينيه زي ما انتم شايفين، وبرده هغطيها وهسيبها ترتاح برده شويه علشان اخد برضو النتيجة اللي ترضيني. وممكن نرش عليها بقى حبة البركة، سمسم، اي حاجة موجودة عندك ممكن ترشيها، او ممكن تعمليها سادة كده. على فكرة العجينة دي كمان ممكن نحشيها عجوة، بس انا حابة ان انا اعملها كده عشان تنفع في السحور. بدخلها طبعا على فرن بعد نص ساعة ما ارتاحت، على فرن يكون شغال من تحت بس. بتاخد مش اقل من يعني مش اكتر من ربع ساعة في الفرن، وطبعا حسب درجة الحرارة بتاعة الفرن بتاعك. محتاجتش ان انا اشغل الشواية. اول ما بتطلع برشها ببخاخ من الميه، وبغطيها. شرط طبعا انت تغطيها عشان تفضل طريه معاكي. وبجد بجد كانت تحفه، وريحتها اصلا في البيت تجنن. ودول كانوا اهم 3 حاجات بعملهم في رمضان وكل كام يوم كده. وبجد بيوفروا معايا كتير قوي. وان الحاجه موجوده عندي في التلاجة، الزبادي، الفول، القرص بتاعتي. على فكرة انت ممكن تحفظيها في التلاجة برضو في الفريزر، وتطلعيها على قد استعمالك. فاتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ورمضان كريم عليكم يا رب.